نشكر هذه الدائرة المضيافة دائرة الجامعة مدينة الجامعة بصفة عامة، واللي هذا معروف عليها، يعني يعرفوا القاسي والداني. معكم شيبة نصر الدين، رئيس الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ورقلة. هي غرفة جهوية تضم 12 ولاية تابعة للجنوب الشرقي. احنا اليوم رانا افتتحنا يعني انطلاقه نتاع دوره تكوينيه في مجال تربيه المائيات المدمجه مع الفلاحه، كيف يتعاملوا مع الاسماك، كيفاش يستغلوا مياه السقي، والفوائد الكبيره اللي تنجر عليهم، والعوائد الماديه من خلال تربيه المائيات المدمجه مع الفلاحه، وكيفاش يستثمروا في مجال تربيه المائيات، وكيف يحسنوا انتاج الفلاحي. حاب الساعه قبل ما نطرح السؤال هذا باش ما يكونش عام، ما يكون محدد ولا موجه، جاه ولا محدد لازم يكون واحد على الاقل مارس ولا جرب ولا تعامل معها ولا احتك بها، ولا ممكن انتم تقولوا كناس مستثمرين ولا حاب تشري الزريعه. انا نعطيها لك نصيحه وغراتوي كما نقولوا، بلاش خليه في وسط البيدون. بالملاحظه نحكي بالملاحظه نعم. في الملاحظه تلقى مثلا غاستحق كبير على الفريسه تاعها، مثلا مع الزعانف تاعها مثلا. هذه عرفتها انت كبيره على راسها هذه معناها. وهنا وجهت لي دعوه من طرف الغرفه المشتركه لتربيه المائيات على مستوى ولايه ورقله واللجنه الفلاحيه على مستوى ظاهره الجامعه، وقد قدمنا محاضره في خصوص تخص الاستزراع السمكي وطريقه الاستثمار، وقدمنا نموذج محاكاه لمشروع فكره مؤسسه ناشئه على الطريقه الحديثه وكيف تصل الى المستوى المطلوب. وحقيقة في انكوا من البسان، وخليت من بعديك الطبيعه تعمل مجرى. ما هو الماء، درجه الحراره الشمس اللي تعمل نحتها، البكتيريا الموجوده في البقايا، بعديك يتحلل هذيك البقايا وش يعطيني. وجودي اليوم في جامعتنا اللي هي دوره تكوينيه في تربيه المائيات المدمجه مع الفلاحه. مدرسه الصيد البحري لولايه عنابه تشرف على هذه الدورة لمدة 3 أيام، وين الفلاح ولا المستثمر سوف يتحصل على شهادة يتمكن له بهذا الكل يستفيد من دعم تاع الدولة لونجيم ولا لاناد باه يعمل المشروع نتاعو في هذا المجال. اما كان بس انت معمر امبوسيبل كو البيزات نتاعي اللي نهزبها تاع مرة في 10 مرات. الموتور ممنوع. تحطوا نظام كيما زادوا تحطوا سو ستريس، معناها تحت ضغط. الضغط هذا ما باليش انا ممكن من المانيبيلاسيون، معناها قادر بدايه. اولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، انا نتشرف بالحضور اللي حضروا اليوم للمبادره اللي هي تعتبر دوره تكوينيه في تربيه المائيات المدمجه مع الفلاحه على مستوى معهد التكوين الجامعه مسعودي بن قاسم. اليوم كاين مشاركين مقبولين وكم عدد. الحمد لله المبادرة لاقت رواج كبير، وما يدل على هذا الرواج هو عدد الحضور اللي حضروا معنا اليوم من طرف المركز البيداغوجي عنابة مع بالتنسيق مع الغرفة المشتركة بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. نربط باه نقدر نصيد. اما كان بس نتاعي معمر امبوسيبل كو البيزات نتاعي اللي نهزبها تاع مرة في 10 مرات. نيابة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي وعن ساكنة بلدية الجامعة، نقدم كل تحياتي وشكري للوافدين من عدة ولايات والأساتذة القائمين على هذه الدورة، دورة تربية الأسماك. هي دورة جد مهمة في مجال الأعمال والاستثمار. كما أقدم شكري للسيد جعفر بوليفة، هذه ثاني مبادرة مشينا فيها، يعني كان إنسان قمة في جميع الميادين، متألق جدا، خدوم، يرعى مصالح جامعة ويقف معي أينما كانت جامعة تنادي فهو موجود. شكرا لك أستاذ.
هي يومية من يوميات الفلاحة في تربية الأسماك في قلب مدينة جامعة، في دورة تكوينية، ورشة أقول في المعهد الوطني للتكوين المهني في مدينة جامعة. من مدينة جامعة جعفر بوليفة في هذا الريبورتاج.